مشاركتك للمقطع هي صدقة ووقف عنك وعن والديك كل من له حق عليك. وين؟ في بيت من بيوت الله، في مسجد أبو بكر الصديق. مشاركتك للمقطع يوصل صوتنا لهذا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر فاعله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مثل ما شفتم هذا هو مسجد أبو بكر الصديق اللي قائمين على إعادة ترميم وتأهيل هذا المسجد مع توسعة لهذا المسجد. الله يكتب أجركم ويرزقكم سعادتين الدنيا والآخرة. كل من ساهم وتبرع وشارك إن الله يكتب لك أجرك وتكون في ميزان أعمالك وفي ميزان حسناتك. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، العمل مستمر في هذا المسجد إن شاء الله، وراح تكون إن شاء الله في ميزان أعمالكم وفي ميزان حسناتكم. ما راح نوقف حتى نأهل هذا المسجد، وراح تكون في توسعة في الأرض لهذا المسجد إن شاء الله. الله يكتب أجركم يا أخواني. شوفوا المسجد من الداخل يا أخي، كم لكم من الأجر، كم لكم من الفضل. يعني مثلا شفتوا هنا كبرنا الشبابيك، المنبر كذلك راح نبني منبر جديد لهذا المسجد، وإن شاء الله تكون في ميزان أعمالكم يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. فأسأل الله سبحانه وتعالى كل من ساهم وشارك وقدم أن تكون في ميزان أعماله وتكون الصدقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الله يكتب أجركم يا إخواني. اللي حاب يتبرع، اللي حاب يساهم، اللي حاب يقدم لهذا المنزل، لهذا البيت من بيوت الله، يتواصل عبر الواتساب، رابط الواتساب في البايو. واللي ما عنده استطاعة، اللي ما يقدر يتبرع، اللي ما يقدر يقدم شيء، يقدر يشارك هذا المقطع، فالدال على خير كفاعله.